السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عاملين لكم بط ينفع بقى في العزومات وينفع في المناسبات وينفع لينا احنا كده في البيت نعمل جنبه شوية محشي مكرونة بشاميل الحاجات دي كلها. زي ما انتم شايفين دكر البط ما شاء الله صدره ملحم ازاي، وفي نفس الوقت مستوي وزي الفل ومتبل تتبيلة حلوة هتعجبكم جدا. هنعمل النهاردة البط بالمرتة الدمياطي، اشهر بلد بتعملها دمياط، واحنا متعلمينها منها. غسلت بقى دكر البط بتاعي كده، دكر مقلبز وجميل ونظيفه زي الفل، وحطيته في محلول النقع بقى اللي احنا عارفينه. ميه عليها سكر وعليها ملح وليمون بقى، وكل الزيوت العطريه اللي في التوابل اللي فيها زيوت عطريه دي تحطيها بتبقى جميله جدا. هنقطع بقى بصله جوليان كده، او نقطعها مكعبات عادي، او نقطعها نضربها في الكبه. وقطعت الكبدايه والقنصايه وحطيت عليهم كل التوابل اللي تحبيها اللي بتطلع ريحة حلوة. كباب صيني، لورا، حبهان، ملح وفلفل طبعا أساسي. حطي كل توابلك يعني. وحشيته كويس جدا، ورحت جاية قافلة عليه كده بالخلة. وخدت بقى شوية من التتبيلة بتاعتي وحطيتها في قلب الشوربة تغلي، واديته صدمة في معلقة زبدة كده. وزي ما انتم شايفين كده اتصدم الصدمة الجميلة وتتحط في الشوربة. عمل خد ساعة تقريبا كده، وخلاص طلع من الشوربة بتاعته. دهنته يا دوب دهنة من السمنة المتسيحة كده، او لو عندك زبدة او قشطة او اي حاجة. بيتحمر بسرعة جدا. هو مستوي قوي وزي الفل، طعمه هايل يا جماعة، جربوه مش هتندموا. واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.